عليكم. بسوي معكم خبز براتا او خبز مورق، ما ادري انتو شو تسمون. هنا اخذت كيلو دقيق ابيض كله، حطيت هنا منخول، دقيق منخول حطيت هنا كيلو. هنا عندي ملعقتين كبار سكر، ملعقة واحدة ملح، ملعقة كبيرة اخذت انا بلاستيك، ملعقة ملح. عندي هنا ملعقة واحد زيت، بحطه اخر شي زيت. خلطها كلها هنا، عجنها عجينة قدامكم عشان من غير ما اوقف الفيديو. انا عندي هنا اخذت مويه مغلي 3 اكواب، اخذت مويه مغلي 3 اكواب، بس ما يحتاج 3 اكواب، يعني كوبين وثلث كده نحتاج، ما نصب على طول. بسم الله. اصب الحين مويه، هذا مويه مغلي حار، كوبين وثلث. شوفوا بقيتها بس كذا، مويه حارة اخذ بالملعقة. خلاص نلم العجينة الحين، خلاص نشوفوا كذا. لميت العجينة صار عندنا هذا الشكل، شفتوا؟ باقي عندي هذا المويه باقي، يعني تقريبا فنجال كذا تجي، شفتوا؟ اخذت 3 اكواب مويه، بقي معنا هذا المويه. خلاص هذا صار عندنا عجينة كذا. مويه مغلي انا اخذته، اخر شي بحط الزيت. ما يحتاج ان تدعكونها كذا او بالعجانة، يعني بالسهولة مويه مغلية تعجنونها باليد كذا. خلاص خلاص اخلي الحين نص ساعة، اذا انتم مستعجلين خلاص خلوها نص ساعة، اذا انتم عندكم وقت خلاص تقدرون تخلون ساعة، ساعة ونص، ساعتين، بكيفكم. بعدها شوفوا الطريقة. خلاص الحين اغطيه واخليه. هنا بعد ما خليت العجينة اكثر من ساعة، خليت ريحت العجينة. هنا عندي، هنا اخذت النشا، وعندي هنا السميد، وعندي هنا الزيت. تقدرون تاخذون دقيق، بس انا خلصت الدقيق اخذت النشا والسميد. خلاص هذا اللي صار معنا على العجينة، شفتوا؟ زي كذا. خلاص الحين اكور العجينة هذا شكل، شفتوا؟ سويت هنا 4 كور، باقي هنا بعد ما اخلص هذه وارجع لهذه اخليه هنا. الحين حط النشا او زيت، قصدي النشا ودقيق كيفكم. انا اخذت هنا نشا. خلاص الحين افردها بدون زيت. بعد ما فردت العجينة صار نفس الأول، شوفوا طلع يدي خفيف مرة. خلاص نفس الطريقة، حط الزيت أو السمن أو الزبدة اللي تبون. ونفس الشي، تبون سميد، تبون نشا، كيفكم. أنا سويت أول سميد، الحين بحط نشا عشان اختيار لكم. تقدرون تسوون بدقيق بعد. العجينة اللي سويناها، أول عجينة بحطها هنا في الوسط، أسك.
هذه طريقة. خليها الحين 10 دقائق، أكمل نفس الكمية كلها، خلي 10 دقائق وارجع. خلصنا من الخبز اللي سويناه، خبز براتا أو يسمونه خبز المورق. هنا آخر حبة العجينة عندي، حبيت أوريكم بس الطريقة اللي إذا ما تبون خبزتين على بعض. هنا حطينا السميد، السميد أحطه في كل مكان عشان تطلع معنا زي الورق. خلصنا. تبون تحطون هنا في الوسط زي الأول واحد اللي سويناها، تحطون في الوسط، ولا خلاص تلفونها العجينة نفسه قطعة واحدة. هنا كملنا العجينة كلها، غطيت وخليت أكثر من 10 دقائق صار عندي بعد ما كملت كله. هذه القطعة الأول اللي سويناها، خلاص هذا خليه على جنب. هنا رش يا نشا يا دقيق، ترشون نشا ودقيق. رشه بيدي. بس ما أضغط عليها بكذا قوة، لا شوي خفيف. عندي الساج، حطيت كذا تقريبا أقل من ملعقة زيت، بحط الحين الخبز. بسم الله. أسوي هذا عشان يوزع الزيت بيدي. خلاص على نار قصير. شوفوا آخر شي حطيت على نار قصير، خلاص تتحمر من تحت واقلبها للوجه. يا بنات أول حطيت على نار الوسط هنا، شلت وحطيت هنا. شوفوا لأن حسيت إن هنا نار عالي مرة. بحط الحين في عندي نقطتين كذا شوي زيت، نص ملعقة تقريبا زيت أو سمن زبدة اللي تبون. خلاص على نار قصير عشان تستوي العجينة. هذا شفتوا الخبز بعد ما قلبناه صار تنتفخ ما شاء الله. شفتوا كذا. هذه الطريقة. أبد لا تعلون النار مرة. شوفوا ما شاء الله تنتفخ الخبز. يا بنات أنا وليت أسوي اثنين، الساج والطاسة عشان الوقت. شوفوا هذا اللي سوي على الطاسة الساج، وهنا سويت اللي هو الطاسة. شوفوا عشان الوقت، عشان ما اطول وقت تقدرون تسوونها زي كذا. براتا او خبز المورق، هذا هو الشكل النهائي. شوفوا هذه الخبز اللي سويت، هذه اول واحدة اللي سويت، هذه طريقة. وهنا طلع 8 9 حبات. اقطع لكم واحدة. بسم الله. هذا الخبز مستوي العجينة من داخل. هذا اللي حطينا قطعتين بعضها، وهذه اللي قطعة واحدة بس. بسم الله. هذه القطعة واحدة اللي سويت هذه. والآخر حبة سويتها بالسكر، خبز سكر. بسم الله. آخر حبة سويتها بالسكر، حشيت السكر والسميد. في طريقة ثانية تقدرون تسوون جبنة والسكر بكيفكم، الطريقة اللي تعجبكم. هذه هي الطريقة اللي سويت معكم، جربوها إن شاء الله تعجبكم. علينا وعليكم بألف عافية. كانت معكم أم غزل، يسعدكم الله.